أنا من مصر أولادي بأمريكا أخذنا حكم بلم الشمل أنا وزوجتي وتوجهنا للسفارة في عام 2018. أخذنا الموافقة لكن كان عندي ابن في المرحلة الثانوية وما كانش ليه عائل إلا أنا وأمه كملت كشف طبي وسافرت وعملت لم شمل لابني وتمت الموافقة وسافر أمريكا في شهر 10 2025. هل الفيز بتاعة اتلغت علمًا بأن جواز السفر بالسفارة الأمريكية بمصر شكرًا. مش عارف بصراحة إذا كنت فهمت سؤال حضرتك والّا لأ، بس خلّيني أطمنك على حسب آخر إجراءات الهجرة 2024، 2025 ما فيش إلغاء تلقائي للتأشيرة في الحالات اللي زي دي، طالما الوالدة سافرت بشكل صح وابنك دخل أمريكا بلَم شمل مضبوط، يعني الأمور كلّها شكلها ماشية في وضعها الطبيعي، فشكل كده وضعكم مستقر جدًا بشكل رسمي يعني. وموضوع وجود جواز السفر بالسفارة الأمريكية اللي في مصر ده ممكن يكون إجراء طبيعي جدًا، مش معناه إلغاء الفيزا أو إن مشكلة حصلت يعني. على حسب برضه التحديثات الأخيرة لَم شمل الأبناء القُصّر بيحمي الحالة اللي زي دي وما بيلغيش التأشيرة أو مش بيلغيها بشكل نهائي يعني. سفر الابن في 2025 بعد الموافقات السابقة متماشي يعني مع الحالات بتاعة حضرتك بنسبة كبيرة جدًا. أهم شيء وده اللي شكله حاصل إن كل الدخول لأمريكا تم بشكل قانوني، ما فيش أي خرق لشروط الفيزا أو إقامة غير مُصرّح بيها أو ما إلى ذلك. نصيحتي الشخصية لحضرتك دلوقتي إنك ما تقلقش، لإنه ما فيش داعي إنك تسمع أي كلام ممكن يضايقك أو يرعبك على السوشيال ميديا. حالتك شكلها مستقرة جدًا ومُثبتة رسميًا بكل الطلبات يعني. أي اختلاف بسيط ممكن يكون محتاج شوية مراجعة، ممكن تتواصل مع السفارة. يعني دي إجابة عامة أتمنى أكون فدتك بيها، بس لو حضرتك محتاج شرح أعمق على حاجة معينة تقدر تحجز مكالمة من اللينك اللي موجود في أول تعليق، وأنا أكيد يشرفني إن أنا أرُد على كل استفساراتك وعلى كل أسئلتك. شكرًا جزيلًا.